من وسط الصحراء وعلى ضفاف النيل اتولدت مدينة أصبحت مع الزمن قلب مصر النابض. مدينة ليها اسم قوي، اسم ليه قصة بتمتد لأكتر من 1000 سنة، القاهرة. لكن ليه اتسمت كده؟ وإيه معنى الاسم أصلا؟ بداية الحكاية سنة 969 ميلاديا، جيوش الفاطميين بقيادة القائد جوهر الصقلي وصلت لمصر، ووسط صحراء كانت شبه فاضية بدأ جوهر في بناء عاصمة جديدة، مدينة مختلفة قوية فيها قصور وأسوار ومساجد، وكان اسمها الأصلي المنصورية تيمنا بانتصارات الدولة الفاطمية. لكن الاسم ده ما كملوش بيه، بعد كام سنة اتغير الاسم وبقت المدينة الجديدة اسمها القاهرة. طيب ليه القاهرة؟ أشهر الروايات بتقول إن وقت ما بدأ الفاطميين يبنوا المدينة كان في كوكب لامع ظاهر في السماء، الكوكب ده هو المريخ، وكان زمان بيسموه القاهر. كان الاعتقاد وقتها إن ظهور المريخ بيكون نذير قوة وحرب، وإنه بيقهر النجوم اللي حواليه. فلما شافوا المنجمين قالوا لجوهر الصقلي إن ده وقت قوي للبداية، ومن هنا اتسمت المدينة القاهرة، يعني اللي نجمها هيقهر أعدائها. وفي رواية تانية بتقول إن الفاطميين كان هدفهم يبنوا مدينة قوية، عاصمة جديدة تقهر أي عدو وتكون رمز للقوة السياسية والعسكرية، فسموها القاهرة بمعنى المدينة القادرة على قهر أعدائها. ومع مرور السنين القاهرة بقت أكتر من مجرد عاصمة، بقت مركز للعلم والتجارة والفن والدين، ومن الأزهر للقلعة ومن خان الخليلي للأحياء الحديثة. كل ركن فيها بيحكي لك حكاية، اسمها يمكن وراه كوكب أو وراه معنى للقوة، لكن اللي مؤكد إن القاهرة مدينة بتقهر الزمن نفسه، وبتفضل دايما واقفة وعايشة، وبتحفظ تاريخ آلاف السنين جوه شوارعها. وده كان سبب تسمية القاهرة، مدينة اتولدت تحت نجم اسمه القاهر، وبقت هي كمان القاهرة وبس.